استخدام ان هو لما بيتم رفعه او اليته باستخدام الموتور او جير بوكس خلفي، تمام، بيحصل ان هو بيعمل حركه تبادليه، بتنقل الحركه التبادليه لحركه افقيه هنا، تمام، عموديه، فيرتيكال اب هيل، ان هي تطلع فيرتيكال اب هيل تنزل ايه داون هيل. اللي احنا ممكن نسميها ايه؟ البامب دي مثلا اللي احنا ممكن نستخدمها بالنظام الهيدروليك المبسط. ايوه بالظبط، اللي هي النظام الهيدروليكي بشكل عام، تمام. دي نفس النظام البستم بالظبط، فاهم، زي ما شرح الباشمهندس، ان هي بتنقل الحركه من الخلف التبادليه الفيرتيكال اللي هي الرأسيه دي، تمام. بيتم شفط السوائل من المكامن او من المحاجر او من ايا تكن المخازن بتاعتها، من سواء صخريه رمليه ايا تكن، تمام. ده بيبقى حل تاني بديل لصيانه الخزانات، صيانه الابار. فدوت يعتبر هو الحل الاشهر لاستخراجها، لانه حل يعني ميكانيكي، فبالتالي بيبقى اسرع، مش محتاج لصيانات وحاجات زي كده. فهو يعتبر نظام هيدروليكي تمام، يعني متكامل، ان هو بينقل الشفط، تمام، بيقوم شافط الحاجه السوائل اللي تحت، بعد كده بيعديها على السبريتور، تمام، اللي هي اللانسرنت بامب. بيتم بقى هناك بقى تفريقيه ايه العناصر المركبه، لان هي بتخرج شبه كيميكال، تمام، يعني مش وان انبل مثلا، هي نوع واحد او عنصر واحد، لا هي بتبقى كيميكالز مجمعه، يعني بيبقى شكل كام. بالظبط مظبوط. بيتم بقى هنا بعمليه الطرد المركزي السريع الدائري. بيحصل ان هي الزيوت بتطفو على اعلى سطح بكثافه معينه، ممكن تتعدى مثلا 600 سي سي، تمام، ممكن اقل على حسب ارتفاع ومنسوب ايه الكميه الخارجه، حسب برضو ايه الارتفاع. احيانا بيبقى السبريتور ديت بتبقى هوريزونتال، ساعات بتبقى فيرتيكال. ففي حاله ان هي هوريزونتال، ده بيبقى نظام تاني، ان هو ما بيشتغلش بالطرد المركزي، لا بيشتغل بنوع تاني، احيانا بيسموه اللي هو السنسور كيميكالز، اللي هو الحساسات الكيميائيه، اللي هي بيتم من خلالها التفرقه بين العناصر بخلال طريقه ودائره كهربائيه معينه، يعني بتبقى احيانا اجهزه معقده شويه، تمام، بيطول شرحها يعني. فاختصارا ليها يعني دي بتركب في اللي هو السبوريتور الهوريزونتال، تمام. في حاله بقى ان هو السبوريتور بتاعنا بيشتغل عليه فيرتيكال عمودي، فدلوقتي بنضطر ان احنا نعمل ايه؟ بنعمل زي مسطره، زي المسطره المبينه الدرجيه اللي بتركب على الخزان، بنركبها برضه على نفس السبوريتور، تمام. بتنقل لنا المناسيب، بيبقى عندنا الزيت، تمام، بيطفو على الوش. طبعا الماء بتضطر ان هي بتبقى منخفضه، لان كثافتها غير كثافه الزيوت والكيميكالز اللي هي مختلطه بيها. فبنتم بقى ايه هنا قياس المنسوب، نشوف مثلا اذا حاله الزيت مثلا فوق 600 سي سي، بنقوم ساحبينه، تمام، من الاعلى، وبعد كده بنفصله بعمليه الطرد المركزي مره اخرى، تمام، لتسهيل وتصفيته بشكل يعني خالص. بعد كده بنقوم بقى ايه، يعني احيانا بيتم تصديره وتركيبه، او احيانا بيستخرجوا منه يعني كذا نوع وبزلته ومش عارف يتصدر خام بالظبط، اما يروح ايه طب شغل لنا بقى كده وقول لنا شغل كده عشان نصور شغل. تمام شغل عادي. هي دي نفس الحركه هي التردديه. في حاله الحركه التردديه دي بيحصل ان هي بتعمل ذبذبه، بتشفط السوائل من تحت. ففي حاله ان هي بتشفط السوائل من تحت، بتطلع هنا من خلال الخرطوم اهو، بيبقى في هنا زي بايب لاينز معينه بتمشي بشكل برضه درجات معينه، بتمشي بخطوط معينه، احيانا بتبقى خارجه يعني تحت ضغط منخفض جدا، يعني تحت ده في الغالب اصلا هي بتبقى خارجه تحت ضغط منخفض. فبالتالي ما بيبقوش محتاجين ان هم يعملوا البوز كتير، تمام، البوز اللي هي الاكواع، احيانا بيعملوها 35 انجل مثلا لتقليل وتقليص الضغط، لان لو هو ماشي في سريان محدد او مستقيم، بيبقى الضغط مندفع جدا، ممكن يسبب اي مشكله داخل ايه اي حاجه في اللانسرنشن ضغط، تمام. فبيقوموا مقلصين الضغط ده بايه؟ بان هم بيعملوا كذا البوز، تمام، كذا كوع بدرجات معينه لحد ما يوصلوا لدرجه ان هو ممكن اصلا تبقى اللانشنز بامب دي قريبه جدا ليها. بيقوم ساعتها مهندس الموقع او المشرف عليه، تمام،
بتبقى يعني اكواد هندسيه معينه بيمشي عليها سواء انجليزيه او فرنسيه، بيمشي عليها ان هو يحافظ على المعده بتاعته وعلى السائل بتاعه وعلى البايب لاينز بتاعته ان هي ما تتاثرش بالضغوطات اللي هتخرج سواء منخفضه او مرتفعه. فبيعمل البوز عشان يقلل ايه الضغط ده. الكوع لما بيبقى فيه كوع مثلا 35 درجه، الضغط مش هيبقى خارج كده عادل فيه بمسافه، مثلا شبهوها احيانا باخراج الرصاصه مثلا من البندقيه، بيقول لك في حاله خروجها مثلا في شكل مستقيم تبقى مندفعه، في حاله ان كانت مثلا الفوهه او الماسوره منعوجه او فيها التواء بتبقى بتغير مسارها او بتخرج منخفضه الاندفاع. فهي كذلك الامر، يعملوا البوز دي 35 درجه 25 درجه لحد المكان اللي بيقدروا يوصلوا بيه لللانشنج بار، يقللوا بيه الضغط. بعد كده بقى بيخرج متراكم.